صدوا لهم، رجعوهم ورجعوا بالفعل بعد ما إصابة 900 واحد. وطلع لنا الأستاذ الدكتور محمد البرادعي يقول إن المجلس العسكري بيتصرف بعنف مع المتظاهرين. عنف ايه يا اخوي؟ عنف ايه يا ابو؟ اسمع ما اقول لك يا اخوي، انت تعرف رابطة الجرجير بقت بكام دلوقتي؟ يا سي البرادعي انت عارف سعر رابطة الجرجير بكام يا ابو عنف؟ طب لو عرفت سعر رابطة الجرجير تعرف عدد العيدان اللي في الرابطة؟ إذا عرفت عدد العيدان اللي في رابطة الجرجير يا باشا يبقى اتكلم قوي، وبتكلم عن مصر وشعب مصر وأهلها. طب بلاش رابطة الجرجير، تعرف تمن رابطة الفجل كام؟ تعرف تمن كيلو اللفت كام؟ ما ترد عليا يا السيد المرشح للرئاسة وموضوعات الفوق الدستورية بتاعتك والموضوعات الفشخنجية. الأستاذ الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، سؤال على الهوا، تعرف سعر رابطة الجرجير كام؟ طب لو عرفته تعرف تعد العيدان بتاعتها؟ بلاش. تعرف سعر رابطة الفجل كام؟ تعرف سعر كيلو اللفت كام؟ طب من فضلك يا دكتور برادعي تعرف تقول لي الفلاحين لما بيكونش ما فيش معاهم فلوس وعايزين يعشوا عيالهم بيعملوا ايه؟ الفلاح والراجل الغلبان اللي ساكن في الترب وساكن في الاماكن العشوائيه وساكن في الاماكن العشش، لما بيبقى ما فيش معاه فلوس يعشي عياله بيعمل ايه؟ لو عرفت انا هنتخبك تبقى رئيس جمهوريه، والله يا سيدي لا هنتخبك انا، وهدي صوتي ليك علني، بس ما تروحش تسأل، رد على طول. ها؟ أرجو الاتصال على هذا الرقم للأهمية. الأعداد الرسمية 231 مصاب في أحداث العباسية، وأنا للمرة المليون بقول وبوجه شكري واحترامي وتقديري إلى أهالي العباسية الأبطال الثوار. هي دي العباسية ورجالتها، شارع عبدو باشا والمنطقة بتاعت العباسية، الرجالة الأبطال اللي وقفوا أسود رجعهم لفندية اللي عايزين يروحوا يهاجموا وزارة الدفاع. مش عيب؟ عيب. اليوم احتفلت جماعة الإخوان المسلمين بمولد الحزب بتاعها العدالة والحرية، وثلاث وزراء راحوا يهرولهم وجيرهم حضروا الاحتفال وسابوا المشاكل والبتامة. وطبعا السيد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الله يبارك له هيحصل الدكتور يحيى الجامع ما يقلقش، وبقيه الوزراء التانيين. يلا تحياتي، واقول لك بصرف النظر عن الاحداث الجاريه الا ان انت النهارده في منتهى الشياكه. شكرا يا فندم. يعني انا بشكر حضرتك او بشكر حضرتك شكرا. الرداء الذي انقذ الناس، الرائد الذي انقذ الناس، بنبعت له شكر. انا نفسي اعرف ايه اللي يحصل لو الجيش المصري اغلق التحرير بالقوة. سمير. شكرا اعزائي المشاهدين، الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مصر اليوم. ما تنسوش السؤال اللي انا بعته للدكتور محمد البرادعي عشان نشوفه على النت، والجماعة الصحفيين اللي محتاجين يتحولوا مرة اخرى الى متدربين، وانا بناشد الناس القائمين على امر الصحف بتاعتهم ان هم يحولوهم الى متدربين، لانهم لسه لغايه دلوقتي مش فاهمين يعني ايه اسقاطات. اسقاطات تجعل القلب يدمع، تجعل القلب عفوا ينزف والعين تدمع دما. الاسقاطات اللي انا بعملها دي، بقول استاذ عز بيقول لي انا صحفي، ما انا عارف يا استاذ عز انت راجل زميل وابو زمل، يعني انا بتكلم عن الناس اللي مش فاهمه الاسقاطات اللي انا بعملها، سواء كانت اسقاطات الذكر البط ولا اسقاطات رابطه الجرجير. انا عايزكم بقى تطلعوها لي على النت، كله يطلع على النت.
عشان كده هكرر السؤال تاني. انا بسأل فخامة الاستاذ الدكتور فقيه القانون الدولي والعالمي دكتور محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل، معرفش ايه الاسباب الحصول، لكن هو ربنا اكرمه بيها.